ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هنتكلم عن أول 3 حلقات من مسلسل ذا تشينجلينج. الحلقة بتاعت النهاردة هي حلقة انطباعات، وكالمعتاد الجزء الأول من الحلقة هيبقى جزء بدون حرق، وبعد كده هنعمل جزئية في النهاية لمناقشة بعض الأحداث بحرية حرق. والمسلسل بتاعنا هو مسلسل مكون من 8 حلقات وبيتم عرضه عبر منصة أبل تي في بلس. وقصة المسلسل مقتبسة من رواية بنفس الاسم تم إصدارها عام 2017 لكاتب اسمه فيكتور لافال، وأنا متأكد 100% ان انا بنطق اسمه غلط. وايضا بيشارك في كتابة المسلسل بتاعنا كيلي مارسون اللي شاركت قبل كده في كتابة افلام زي فينوم وفينوم ليت دير بي كارنج وسيفينج مستر بانكس وكرويلا و50 شيدز اوف جراي. بروفايل مش مشرف قوي بصراحة. واخيرا دور البطولة بتاع المسلسل هنا بيقوم بيه لاكيس ستانفيلد. وايوه انا اخيرا عرفت اقول اسمه صح، قعدت قبل كده حلقة كاملة عمال اقول ستاينفيلد وهو كان ستانفيلد. ولكن كالمعتاد عشان ما اطولش عليكم ما تنسوش لو الحلقة بتاعتنا عجبتكم تبقوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة، وتبقوا تفعلوا زرار الجرس وتكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات. ودلوقتي يلا بينا ندخل في الحلقة. When it falls off my wrist, those 3 wishes will come true. Do not cut it. أحداث المسلسل بتاعنا بتركز على شخصيتين، أو بمعنى أصح كابل، والكابل دون هما أبولو وإيمي. أبولو وإيمي هما كابل عادي جدا، قد يبدو إن هو كابل سعيد وناجح، ولكن الكابل ده اللي بيتكون من أبولو وإيمي وراه سر، والسر ده هو إن أثناء أحد الرحلات اللي كانت بتقوم بيها شخصية إيمي بتقرر إنها هتروح مكان تم تحذيرها قبل كده إنها ما تروحوش، وهناك إيمي بتقوم بعقد صفقة. الصفقة دي مقابل 3 أمنيات، ال3 أمنيات دول مرتبطين بخيط مربوط حوالين ايدين ايمي، والحاله اللي هيتم فيها تحقيق الامنيات بتاعه ايمي هي ان الخيط اللي على ايديها دون يقع. ولكن للاسف ايمي ما بتكونش عارفه ان القرار بتاعها بعقد صفقه مقابل 3 امنيات هيجي وراه بلاوي سود. طبعا كالمعتاد خلونا نبتدي بالايجابيات، واول حاجه في الايجابيات بتاعه المسلسل بتاعنا وهي ان الاجواء العامه بتاعه المسلسل كانت رائعه، وكمان جميع عناصر الرعب اللي المسلسل كان بيحاول يستخدمها هنا كانت خرافيه وكانت فعاله جدا وموفقه جدا كمان. ده بالاضافه لان المسلسل بتاعنا كان عنده الامكانيه انه في بعض المشاهد يبني التوتر بطريقه خرافيه. زود على كده كمان اختيارات الالوان والتصوير والمؤثرات البصريه والموسيقى والمؤثرات السمعيه، كل العناصر دي كانت معموله بطريقه خرافيه، كانت مستخدمه بشكل كويس جدا ومتوظفه صح جدا جدا جدا. كانت بالفعل لها تاثير كويس جدا على عوامل التجربه بتاعه الرعب بشكل عام جوه المسلسل. وبالفعل انت وانت بتتفرج هتبقى عندك الامكانيه انك تحس بتاثير كل حاجه من الحاجات دي على المشهد اللي انت بتتفرج عليه. كمان من ضمن الحاجات اللي عجبتني هنا في المسلسل وهي ان المسلسل بتاعنا كان بيهتم جدا بالماضي بتاعت الشخصيات بتاعتنا. وبماضي الشخصيات بتاعتنا ما اقصدش بس ماضي شخصيه ابولو وشخصيه ايمي، ولكن اقصد كمان ان المسلسل كان بيرجع لورا اكتر كمان، وكنا بنستكشف بعض الحاجات اللي ليها علاقه باهلهم. والموضوع ده بيحصل لان الاحداث اللي احنا بنستكشفها في الماضي زياده عن اللزوم ورا قوي دي في الغالب بتكون مرتبطه بالاحداث اللي بنمر بيها في الوقت الحالي، ولو ما كانش اصلا المسلسل بيعمل كده علشان السبب ده فهو كمان بيعملها علشان يخلق تعاطف بيننا وبين الشخصيات الرئيسيه ويخلينا نقرب منهم اكتر ونفهمهم اكتر ونتعاطف معاهم. ومن وجهه نظري الموضوع ده كان ناجح جدا مع شخصيه ابولو، لاني حسيت ان انا فعلا حبيت الشخصيه بتاعته جدا وبقيت متعاطف معاها جدا 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 كمان. اما للاسف على الجانب بتاع ايمي فما حسيتش ان انا متعاطف معاها بشكل كافي، مع العلم ان الاهتمام اللي المسلسل بيديه لماضي الشخصيه بتاعت ايمي والماضي بتاع اهلها نفس القدر بالظبط اللي بيديه لشخصيه ابولو. ولكن بصراحه حسيت ان الجانب اللي المسلسل قدمه عن شخصيه ابولو وعن الاسره بتاعته حسيته مؤثر اكتر شويه من اللي اتقدم عن شخصيه ايمي. واعتقد ان ده جزء كبير منه مش قائم بس على الاحداث اللي اتقدمت لنا عن الجانبين، بل اعتقد ان جزء كبير منه كمان كان مبني على اداء كل جانب فيه. ويمكن فكره ان المسلسل قدر انه يتفوق في انه يخليني اقرب من شخصيه ابولو كان متعلق 100% باداء لاكيث. الراجل ده يا جماعه خرافي بجد، الشخص ده ممثل هايل. اولا عنده حضور وكاريزما رائعين، وكمان قدراته كممثل مش قليله نهائي. واعتقد ان اداؤه في اول 3 حلقات وبالذات في الحلقه الثالثه يعتبر من اكتر الحاجات الملفته في بدايه المسلسل. ده بالاضافه لان اللي شفناه منه في اول 3 حلقات دول ما كانش قليل، بالعكس ده كان عنده رينج كبير جدا في اول 3 حلقات. وبصراحه اللي اقدر اقوله ان هو قدر يغطي الرينج دون بكل براعه، لان كل مشهد الشخصيه كانت بتمر بيه كان في موقف مختلف او في حاله مختلفه او بمشاعر مختلفه، هو كان قادر يوصله لي بطريقه ناجحه جدا. ومن وجهه نظري انا شايف ان لو المسلسل كان عمال يرمي تحديات في وشه فانا شايف ان هو نجح فيهم كلهم. وفعلا انا كواحد بحب لاكيث وبحبه كممثل جدا انا مبسوط ان هو واخد بطوله مسلسل من انتاج منصه كبيره جدا زي ابل. ولكن اتمنى ان دون يجي عليه بحاجات كويسه بعد كده، وانه يقدر ياخد ادوار اكبر من كده واهم من
من كده، لانه فعلا ممثل رائع. غالبيه الاداءات في اول 3 حلقات ما كانش فيهم اي حاجه مضايقاني، ولكن ما عنديش كلام اقوله عنهم، لا كلام ايجابي ولا كلام سلبي، هم كانوا كويسين وخلاص نقطه. نكمل في الايجابيات بتاعتنا، والايجابيه الجايه هي عن الافكار البصريه اللي المسلسل بتاعنا استخدمها علشان يستعرض بعض من افكار، واللي كلها في الاول وفي الاخر في الناحيه اللي انا اقصدها يعني بتخدم على الجوانب بتاعه عناصر الرعب. اللي عجبني قوي في الافكار اللي المسلسل اختارها بصريا دي لعرض بعض المواقف، ان الافكار دي على قد ما انها بسيطه على قد ما انها حلوه جدا ومؤثره جدا. كمان من بعض الحاجات اللي عجبتني جدا هنا في المسلسل في اول 3 حلقات وهي العلاقه الرومانسيه اللي كانت ما بين الشخصيتين الرئيسيتين. كانت علاقه لطيفه جدا والكيمياء بينهم بصراحه كانت لذيذه قوي. زود عندك بقى في الايجابيات الطريقه اللي المسلسل انه اختار يسرد بيها غالبيه الاحداث بتاعته في الفتره بتاعت اول 3 حلقات، لان المسلسل اختار ان هو بعد ما خلص الجزئيه بتاعت الماضي وبعد ما بطلنا ان احنا نتنطط ما بين الحاضر والماضي، قرر ان هو هيتنطط ما بين الحاضر والمستقبل. خلينا نشوف بعض الاجزاء من بعض المواقف او الاحداث اللي هتحصل قدام علشان يحمسك ليه، علشان يساعد في ان هو يخلق جو من الاثاره والتشويق، واللي من وجهه نظري كان ناجح جدا جدا جدا. وبالنسبه لي الموضوع ده كان ناجح جدا لانه لما بدا يعمله كان بيحاول يمهد لحدث صادم جدا حصل في الحلقه الثالثه، والحدث ده بصراحه كان حدث متوقع، واعتقد ان اي حد اتفرج على المسلسل هيبقى فاهم قصدي ايه. ولكن فكره ان المشهد ده كان متوقع ما قللتش تماما من بعض الاثاره اللي كانت موجوده بسبب طريقه السرد ده، بالاضافه بصراحه لان المخرج كان متمكن جدا من انه يخلي لك المشهد المتوقع ده صادم وقوي، وكان فعلا معمول بطريقه موتره جدا. وطبعا مش محتاج اقول ان المشهد اللي انا اقصده اللي هو في الغالب مشهد في الحلقه الثالثه المخرج كان معتمد فيه بشكل كبير جدا على اداء لكيف. وفعلا يا جماعه انا اقدر اقول بعد ما اتفرجت على المشهد ده ان المخرج تقريبا كان معتمد على لكيف اعتماد شبه كلي، لان بجد يا جماعه اداؤه في المشهد ده كان خرافي. اداؤه كان خرافي في ال3 حلقات مش في المشهد ده بس، ولكن في المشهد ده انا حسيت ان مستوى التوتر بيعلى كل ما وش لكيف بيجي قدامي، لان اداؤه كان رائع وكان قادر يعكس الحاله بتاعه المشهد بطريقه مش طبيعيه، وكان قاعد مخليني قلقان ومتوتر فعلا. للاسف وقت الايجابيات انتهى ودلوقتي حان وقت السلبيات. انا تقريبا في ال3 حلقات دول ما شفتش غير نقطتين بس سلبيتين. النقطه الاولى وهي ان المسلسل الريتم بتاعه بطيء قوي، يعني هو بصراحه الحلقه فيها احداث كتير ولكن الريتم بتاع كل حدث لوحده بطيء قوي يا جماعه. احنا بندخل الحدث بنتحبس جواه شويه، بنطول شويه حلوين. فبصراحه يعني كنت حلقه ورا الثانيه بحس ان انا بعاني شويه وانا بتابع احداث المسلسل، لان الريتم بتاع كل مشهد بطيء ولكن الحلقه ككل بيبقى دايما فيها احداث كتير، فهم لو قدروا يثبتوا الموضوع ده شويه في الحلقات القادمه هيبقى احسن بكتير. النقطه الثانيه وهي ان في كذا حاجه حصلت في المسلسل حسيت ان فيها صدفه مدبره بشكل واضح، والنقطتين بتوع السلبيات دول بالذات وبعض النقط كمان من الايجابيات هنتكلم عنها براحتنا اكتر في فقره الحلقه. بشكل عام اول 3 حلقات من المسلسل شكلهم مبشر جدا جدا جدا، الاجواء رائعه، التمثيل خرافي، وحاسس ان احنا داخلين على شغل اقوى من كده كمان في الحلقات الجايه. اتمنى بس ان مشكله الريتم بتاعت كل حدث دي تتطور، مع ان اعتقد ان هي مش هتحصل، ولكن اكيد اتمنى ان هم يغيروا الموضوع ده ويطلعوني غلطان ويبتدوا يسرعوا الريتم شويه، وطبعا لو نخفف من الصدف شويه يبقى شيء رائع. دلوقتي بقى حان وقت التحذير بالحرق. اي حد لسه ما اتفرجش على اول 3 حلقات من مسلسل ذا تشينجلينج يا ريت يطلع بره الحلقه. احنا مش بنطردك، احنا بس بنطلعك علشان ما نحرقش عليك اي حاجه. روح خلص ال3 حلقات دول وفقره الحرق مش هتطير. عامه انت لسه معاك وقت تطلع قبل الصفار. من ضمن الحاجات اللي انا عايز اتكلم عنها براحتي شويه وهو اداء لكيف في المشهد اللي كان مربوط فيه لما مراته كانت داخله تاذي الولد الصغير. المشهد ده مبدئيا يا جماعه مشهد متوقع جدا، لاننا عارفين من الاول ان في حاجه غلط بتحصل مع شخصيه ايمي، والحاجات الغلط اللي كانت بتحصل معاها دي في الغالب بتحصل من ساعه ما راحت للساحره، وتقريبا بدات تزيد اكتر بعد ولاده ابنهم الصغير. فاحنا حدث مع حدث حلقه مع حلقه عمالين نشوف ان الشخصيه بدات تفقد جزء من عقلها، بدات تتصرف تصرفات غريبه بسبب كمان الرسائل اللي كانت بتتبعت لها وما كانتش عارفه بتجيلها منين. صور بتتبعت لها من موبايل جوزها فيها صوره لجوزها وابنها، وجوزها بيقول ان انا ما بعتش اي حاجه، مره مع الثانيه ورساله مع الثانيه، مع طبعا انكار جوزها لان هو بالفعل ما بعتش حاجه خلاها تبتدي تتجنن. فاحنا كل ده احنا متوقعين ان احنا نوصل لحظه الانفجار النهائيه دي، احنا متوقعين ده، غير ان ما يحدث بعد كده اصلا كان محروق في التريلر، ان هو هيضطر ان هو يبتدي يدور على ابنه في عالم خيالي، عالم تقريبا سحري. ولكن بعيدا عن ان المشهد ده كان مشهد متوقع اصلا، الا ان المشهد ده كان موتر بطريقه مش طبيعيه بسبب اداء لكيف. الراجل ده يا جماعه كان عارف يعكس مشاعر التوتر اللي كانت عنده والمشاعر اللي كانت موجوده في المشهد ده كله بطريقه رائعه. كل لحظه وكل تفصيله وكل حركه ايمي بتعملها رياكشنه عليها بيبقى مرعب. من وجهه نظري بعيدا عن الاجواء والتصوير والموسيقى والكلام ده كله، هو اصلا اللي كان رافع مستوى التوتر في المشهد بسبب ادائه الرائع. عشان كده انا شايف ان هو يعتبر اكتر شيء ملفت في اول 3 حلقات. اداؤه كان رائع وكان بيتطور وكان قادر ان هو يقدم لنا كل حاجه زي ما الكتاب بيقول. المشاهد اللي كان فيها انفعالات كان بيعملها بشكل اكتر من رائع، المشاهد
المشاهد بتاعه الغضب كان بيعملها بشكل اكتر من رائع، حتى المشاهد بتاعه العلاقه الرومانسيه اللي كانت ما بينه وما بين ايمي كمان كانت لذيذه جدا. حرفيا كل حاله اضطر ان هو ينقلها كان بينقلها بشكل اكتر من رائع. بالنسبه للافكار البصريه اللي المسلسل كان بيستخدمها، انا كنت بصراحه قاصد الموضوع بتاع شكل القناع بتاع ابوه اللي كان بيطلع له في الحلم. الموضوع على قد ما انه بسيط، على قد ما تحس ان شكله كريبي كده وغريب ويخليك قاعد مش مرتاح. هو حرفيا قناع مطاطي بلون واحد ما فيهوش اي فكره غير ان هو تقريبا مجسم شويه على وش اللي لابسه. لما تشوف الكلام دون او الكونسبت دون متطبق قصادك في الحلقه مع الجو مع الفكره بتاعت القلق والتوتر اللي عنده تجاه ابوه والكلام ده كله، هتحس ان انت متوتر بزياده فعلا. عشان كده الموضوع ده كان عاجبني جدا. والمؤثرات بشكل عام في اول 3 حلقات كانت ظريفه يعني ما كانتش وحشه. في بقى حاجتين اللي كنت قلت لكم عليهم في الحلقه اللي هم عباره عن صدف مدبره بشكل واضح. اول حاجه وهي ان المسلسل رمى بشكل ما كده، او يمكن ده اللي انا فهمته يعني، ان شخصيه ابولو على علاقه بنفس الموقف دون او مرت بيه قبل كده. خلينا افهمكم اقصد ايه واحده واحده. لسبب ما يعني بعد الحادثه بتاعه ابن ابولو ومراته، لما كان واقف مع امه بيتكلم معاها، ذكر كلمه او جمله كانت قالتها ايمي، والكلام دون خلى امه تفتكر حدث معين حصل معاها زمان. بعد كده تقريبا بتحكي له قصه عن ابوه. فانا هنا كونفيوزد شويه، هل هي كانت تقصد انها فعلا عايزه تحكي حاجه معينه عن ابوه واللي افتكرته دون كان ليه علاقه بابوه، ولا كانت بتغرر شويه بالفعل كان عندها قصه ليها علاقه بنفس الموقف اللي اتحطت فيه ايمي، ولكن قررت في اللحظه الاخيره انها ما تحكيهوش فعشان كده حكت له قصه ابوه، ولا مثلا القصه بتاعت ابوه اللي هي حكتها له دي بشكل ما او باخر مرتبطه بنفس اللي حصل مع ايمي. للاسف الحته دي ما حسيتش انها واضحه قوي، ده غير انها صدفه مدبره جدا ان نفس الموقف يكون حصل مع ابوه او مع امه زمان. يعني هي الحاجات الغريبه دي اللي هي بتحصل المفترض يعني 1 في المليون او حتى بتحصل كتير في العالم بتاع المسلسل، والمفترض هتحصل قد ايه يعني لنفس العيله مرتين؟ شيء مش منطقي قوي بصراحه. الموقف الثاني اللي حسيت ان فيه صدفه برده ما كانتش عجباني قوي، وهي الست اللي ظهرت في الاجتماع اللي كان بيروحوا ابولو. الست دي تقريبا مرت بنفس الموقف اللي كانت بتمر بيه ايمي، وحكت مواقف شبه اللي حكتها ايمي قبل كده لجوزها بالظبط. وطبعا في اللحظه دي ابولو بيخاف جدا لان هو بيفتكر ان الشخصيه دي مجنونه زي ايمي بالظبط، فبيطلع يجري. فبعد ما بيطلع يجري وراه واحد تاني من الاجتماع، واللي بيكون بالصدفه برضو على علم بحاجه معينه الست اللي كانت في الاجتماع قالت، لانه تقريبا سمعها قبل كده في مكان ما، بل وانه عارف كمان هيدور عليها فين. وده واضح جدا من نهايه الحلقه الثالثه ان هو الخيط الرئيسي اللي هيبتدي يساعده ان هو يدور على مراته وابنه. فسبحان الله يعني ان الشخص الوحيد اللي قرر ان هو يطلع يجري وراه من الاجتماع هو الشخص اللي على معرفه بشكل ما بجمله اترمت وسط الكلام بتاع الست، لا وكمان عارف هيدور عليه ازاي وهيوصل لمصدره ازاي. ده غير ان من المفترض ان الراجل دون كان طالع وراه من الاجتماع واحنا شفناه بالفعل هناك، ولكن اول ما قدر ان هو يوصل له بعد ما طلع يجري ووقفه، قال له ان هو الشخص اللي بعته صاحبه علشان يشتري منه الكتاب. طيب هو مبدئيا كده ليه الراجل ده كان حاضر الاجتماع اساسا؟ يعني ايه الفكره في ان هو يروح له على الاجتماع؟ ده غير انه تقريبا اصلا كان هناك قبله، فازاي كان صاحبه باعته له وهو كان قاعد هناك قبله في الاجتماع؟ وهي اصلا فكره ان هو يروح يقابله في الاجتماع دي غريب. ده غير ان اصلا الكتاب مع صاحبه، فليه بعته لابولو؟ موضوع غريب شويه. بس يعني بشكل عام المشاكل ما كانتش كتير قوي زي ما انتوا واخدين بالكم، هي بعض المواقف المدبره او بعض المواقف اللي حبكتها واقعه شويه، ولكن مش حاجه كبيره قوي. المهم ان المشاكل دي ما تتفاقمش بعد كده في الحلقات الجايه. وزي ما قلت من شويه قبل ما نبتدي فقره الحرق، انا عاجبني المسلسل جدا واتمنى ان هو يتحسن في الحلقات الجايه. بس كده، دي كانت كل حاجه عندي عن اول 3 حلقات من مسلسل ذا تشينج لينج. اتمنى ان تكون الحلقه بتاعتنا عجبتكم، وكالمعتاد ما تنسوش لو الحلقه بتاعتنا عجبتكم تبقوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لنا رايكم تحت في الكومنتات. وكالمعتاد برضو كان معكم مارو ريفيوز، واشوفكم في الفيديو الجاي.